السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم مع عزة فهمي واسرار المطبخ. هنبدأ بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين كده هنعمل روتين جامد جدا، بس مش في البيت عندي. الروتين دوت عند اختي. فانا هنا بقول لكم انا هشيل الستاير دي كلها، انقعها الاول بالبرايه بتاعتها، بعد كده هنبدأ الروتين بتاعنا. ماشي. انا هنا مليت البانيو، هحط فيه بقى البرائع والستاير بتاعت اوضه النوم. ماشي. وطبعا انتوا عارفين انا اختي ملهاش غيري وانا ماليش غيرها، ربنا يا رب يخليها لي يا رب ويخلينا لبعض ويحفظها يا رب وتقوم بالسلامه. طبعا انا كان لازم اروح لها في الوقت ده بالذات لان اختي خلاص كلها ايام وهتولد، وكان لازم اروح انضف لها البيت، بس انا للاسف كنت متاخره بسبب والله الدروس والمدارس والامتحانات. فانا قلت لها ما تقلقيش، انا هظبط يوم وهاجي فيه اخلص لك كل حاجه ان شاء الله باذن الله بعون ربنا يعني. تمام. فانا هنا نقعت الستاير، وبصوا بقى شلت الستاير وشلت السجاد، شلت كل حاجه من مكانها. هبتدي بقى ايه، اشتغل على نضيف. بحب اشيل كل حاجه، قلت بقى لحد ما الستاير دي تتملط اكون انا خلصت ايه اوضه النوم، عشان ارجع اشيل ستاير الريسبشن بره برضو وانقعها. تمام. انا بقى هنا زعفت بقى الاوضه وعملت الحيطان وبعمل ايه، الشبابيك. طبعا انا رحت لها بالليل لان انا لو رحت الصبح ما كنتش هقدر، لان بنزل في الشمس بتعب، اركب مواصلات بتعب، ما بقدرش اشتغل. احب اروح من بالليل واقوم بقى كده بدري اشتغل بكل نشاط وحيويه. فلما رحنا بالليل بقى عملت البلكونه من بره والشيش وشلنا الستاره وغيرناها، حطينا ستاره تانية، الجلد يعني بتاعت الشتاء. بس ما صورتش. طبعا انا رايحه عند اختي دي كنت بصوا زي الفل والجو جميل جدا وتمام ما فينيش الهوا. عملنا البلكونه وتعشينا ونمنا. جيت على الساعه 4 الفجر كده لقيت زوري ده مقفول، مش قادره ابلع ريقي ولا قادره اعمل حاجه. قلت يا حول ولا قوه الا بالله على البخت. طب اعمل ايه ومش عايزه اقول لها لا انا تعبانه. قمت رحت عامله ينسون بالبان دكر، ولما الولاد قاموا رحت بعت جبت مضاد حيوي، وقلت ايه اشتغل. قعدت تحلف عليا ما اعملش اي حاجه، قلت لها ايه مالكيش دعوه، انا ايه هعمل حبه واريح حبه. فبصراحه بقيت اعمل ايه حبه واريح حبه، مش بريح بقى انا بعمل بسرعه، لاني عندها النور بيقطع من 8 ل 10. طبعا معذره انتوا شايفين سوشي باين عليه التعب، بس كان لازم اسجل لكم الفيديو. بقيت اعمل بسرعه وماما جت الساعه 4 لان المواصلات دلوقتي بقت زي وحشه جدا. جايه الساعه 4 فقلت لها كفايه عليكي انت اعملي لنا الاكل وسيبي لي انا ايه هعمل ايه الشقه. تمام. بقيت بقى باشتغل بسرعة عشان خاطر ألحق، لإني برضه النور قطع وعطّلني، وكان فاضل حاجات ما عملتهاش، واضطريت أستنى لمّا النور ييجي الساعة 10 كمّلت وعشان ألحق أروّح، لإن أنا كل يوم عندنا 3 دروس أو 4 دروس، فيوم الحد ده الوحيد اللي فيه درس واحد. فاستأذنت من الميس بتاعة ابني وغيّبته من الدرس، لإن كان عنده عربي، وقُلت لها إيه أنا إن شاء الله هاذاكره له. وخدت بعضي ورُحت. بُصّوا بقى أنا هنا حاطة المَيّة بديتول بكلوروكس. هامسك بقى السلك يعني البلكونة كده من جوّه بالشباك، هامسحهم وهالمّع كل حاجة، عشان لمّا آجي أسيّق يبقى أنا كده إيه لمّعت وعملت حيطاني ومسحت المابوليا كلّها زي ما أنتم شايفين يعني. بس بعد أمّا أخلّص خالص هنلمّع ملمّع بتاع الموبيليا، بس أنا مسحت الموبيليا كلّها بفوطة ناشفة. تمام. طبعًا والله العظيم رغم إن أنا كنت تعبانة ومش قادرة وكنت حاسة من جوايا زوري مقفول وحاسة جسمي من جوّه سخن وجسمي بيوجعني، بس والله العظيم قرفة الشقة كانت خفيفة. عملت كل حاجة، خلّصت لها بُصّوا من مطبخ لreception لحمام، لدعكت الأرضيات بتاعة المطبخ والمشّايات وكده، بصراحة ما غسلتش السجاد. كل حاجة كانت اتعملت، بس جيت على آخر وقت وأنا باعمل المطبخ ده بصراحة ما كنتش حاسة باعمله إزاي، والله العظيم ما كنت شايفة قدّامي، بس ربنا قوّاني وقدّرني، لإني أنا كنت إيه، يعني باعمل لأختي يعني ما حدش غيري كان هيعمل لها ولا حد غيري كان هيخاف عليها قدّي، لإن أختي الحمل بتاعها صعب جدًا يا جماعة. ادعوا لها ربنا يقومها بالسلامة ويرزقها بطفل سليم وعافي. حملها صعب وحملها تعب، فباخاف عليها، باقول لها ما تشيليش، ما تحطيش، ما تمسكيش حاجة، باقلق جدًا عليها. والحمد لله كلّها إيه أيام إن شاء الله وتقوم بالسلامة. هنا بقى إيه كنت عملت الشيش والبلكونة، قُلت بقى أمسح بقى إيه، عندها هي سراحة صغيرة وسراحة كبيرة، قُلت برضه ألمّعهم لإني بُصّوا بعد الترابة الصفرا دي الدنيا كانت عندها مش قادرة أقول لكم تراب جامد جدًا. مسكت السجاد ده قبل ما أشيله من الأرض عملته بالمكنسة ونفّضته. بصراحة
الحمد لله رب العالمين رضيتها وخلّيت لها الدنيا زي الفل. طبعًا السماعات الصغيرة شغّالة، العيال مشغّلينها، عاملين مورستان وفرحانين بقى بخالتهم وكدهوّة، وعمّالين بقى إيه يهيّصوا على السماعات، واقول لابني: "يا ابني ذاكر." أنا واخدة الكُتب وواخدة الحاجة معايا عشان ولادي يذاكروا، وابني للأسف ما ذاكرش. هنا بقى كنت أول ما قُمت برضه وأنا بانقع الستاير، خدت الحافظة دي حطيتها في الغسالة تشتغل اللي عليها الغسالة، وقُلت بقى إيه خلاص طالما لمّعت كل حاجة هاسيّق البلكونة، كنت بلّيت البلكونة بانشّفها هنا، وإيه وفي نفس الوقت برضه إيه بعد أمّا أخلّص البلكونة هاخش برضه هنا برضه كنت بلّيت الأوضة كلّها وبانشّف، طبعًا الشرشوبة بتاعة أختي زهقتني في عيشتي، بس برضه إيه أدِّت الغرض. زي ما أنتم شايفين كده بُصّوا هانشّف كده سيّقت الأوضة وسيّقت البلكونة، كده فنّشت بقى هنا هابتدي بقى أطلع إيه على برّه. بُصّوا شايفين منظر كل حاجة بُصّوا بقت اتلمّعت، وبقيت بُصّوا كل حاجة تمام، باورّيكم من فوق لتحت، والمواسير دي مسحتها، والإزاز بتاع الكومودينات شِلته وحطيته، وكان في حاجات عايزة أشيلها تحت السرير رفعت المرتبة حطيتها، وكان في مقطع وأنا بامسح النجف بس ما أعرفش راح فين. بُصّوا بقى برّه الدنيا بُصّوا عاملة إزاي بقى، الدنيا متكركبة فوق بعضها. هابتدي بقى إيه أعمل جزء، جزء، طبعًا سجادة السفرة ما عرفتش أشيلها لوحدي، كنت مستنية أمّا ماما تيجي وبابا والّا أي حد يشيل إيه معايا. ابتديت بالجنب الجنب ده بتاع الكنبة دوّة كده، طبعًا هنا مكبوب شاي هاصبّنها الحتة ديّة، خلّصت الجنب بتاع الكنبة وشِلت الستاير كلّها نقعتها، بُصّوا الستاير كلّها شِلتها نقعتها، خلّصت الجنب بتاع الكنبة، وجيت الأنتريه طبعًا شِلته كلّه من مكانه، وزعّفت الحيطان وعملت الشبابيك، وابتدي أسيّق الجنب دوّة. هنا بُصّوا رجّعت الأنتريه مكانه، ومسكت كراسي السفرة كلّها نقلتها من مكانها، كرسي، كرسي مسحته، وكراسي الأنتريه مسحتها، ما فيش حاجة في الشقة إلا لمّا مسحتها، كل حاجة شِلتها من مكانها، ومسكت الستاير بتاعة أوضة النوم مسكتها غسلتها وشطفتها، وسِبتها على الكرسي تتصفّى، ونقعت الستاير بتاعة الreception بالمفارش كلّها نقعتها، فقُلت قبل ما أشيل السفرة أمسح البوفيه ده كده وأروّقه، لإني هاحط بقى عليه الورد والتُحَف والحاجات دي كلّها، عشان لمّا أسيح السفرة ما فيش حاجة تتكسر، لإني كنت متعطّلة لإن السفرة تقيلة لازم حد يزُق ويشيل معايا، لإني هي مش هتعرف تزُق معايا أي حاجة وما كانش معايا حد. طبعًا استنيت لمّا ماما وبابا جُم والعيال وقعدنا نعافر لحد ما ربنا كرم وإيه، وزحناها. هنا بقى مسحت البوفيه ومسحت النيش، وآخر جزء هاعمله مكان السفرة. بُصّوا هنا بقى الستاير كنت غسلتها، ونقعت بقى الستاير التانية بالمفارش. هاسيبها تتصفى بعد كده هانشّرها. هنا بقى بنت أختي زهقتني في عيشتي عايزة تسيّق، عايزة تشتغل معايا وصوّريني يا خالته. رُحت مصوّراها قُلت لها يالّا صوّري كده بعبلِك، بترنجِك، بالدنيا اللي متبهدلة معاكِ. خلّصت بقى الreception برّه ودخلت بقى أخدت سجادة المطبخ والمشّايات دي كده في الحمّام، قعدت دعكتهم ورُحت غاسلة الستاير. هنا بقى كانت ماما عملت لنا الأكل، عملت لنا أحلى صينية كوسة باللحمة المفرومة وملوخية ورز، كان الأكل بُصّوا مش قادرة أقول لكم زي السُكّر بس مش قادرة آكل. هنا بقى خلّصت بُصّوا برّه وعملت الحمّام والنور قطع بقى، كان فاضل لي بقى المطبخ. نشّرنا بقى بُصّوا كان النور جِه بقى، بُصّوا نشّرنا هنا، طبعًا نشّرنا قبل النور ما يقطع، الحاجة دي كلّها وعملت الحمّام، فقعدنا كَلنا والنور قطع، قُلنا نشرب شاينا ونفرش الشقة كلّها، السجاد والحاجات اللي مش محتاجة نور، والمطبخ لمّا النور ييجي. بُصّوا الستارة زي الفل إزاي، أهو السجاد على الجدار والستاير مالية البلكونة. هنا بقى كان النور جِه بقى، كنت دخلت عملت المطبخ طبعًا، بس ما قدرتش أصوّر لإني كنت تعبانة خالص، والنور قاطع بقى فرشت السجاد، وحطيت كل حاجة مكانها، وقُلت تاني يوم لماما هتفرش بقى هي الستاير وهتفرش المفارش. بُصّوا المطبخ بقى ماما بصراحة ساعدتني فيه، لإني كنت تعبانة، عملت لي التلاجة وشباك المطبخ والشفاط، وأنا صبِّنت كل حاجة كده ومكان البوتاجاز. بُصّوا خلّينا الدنيا زي الفل. والحمام بُصّوا زي ما أنتم شايفين برضه دعكته، أنا كده باصوّر لكم وأنا فنّشت كل حاجة وأنا مروّحة، لإن النور جه الساعة 10:00 قُمت يا دوبك خلّصت مطبخي ولبست ونزلت على طول، يعني أخد منّي ساعة بالضبط. هنا باورّيكم برضه الصالة، الستاير مش مفروشة ولا مفارش ولا أي حاجة، بس إيه، كنت الحمد لله خلّصت لها كل حاجة. طبعًا بقى لو وصلتِ لحد هنا ما تبخليش عليّا بالcomment والدعوة الحلوة واللايك والاشتراك لقناتي وتفعّلي زر الجرس عشان يوصلِك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.